ينفع أدمج قطع furniture classic مع قطع furniture modern؟ يعني ينفع الclassic والmodern يعيشوا في تناغم تحت سقف بيت واحد؟ على فكرة الإجابة ينفع. فكرة إن أنا أدمج قطع classic في بيت modern مش حاجة غلط خالص، الغلط هنا بيبقى طريقة الدمج اللي أنا هاستخدمها لما آجي أحط قطعة الfurniture دي. أول قاعدة عايزة أقولها لكم، لو إحنا البيت عندنا modern وعايزين نحط فيه حاجة classic، نختار قطعة واحدة بس نحطها في الزون ده. يعني مثلًا لو أنا عندي في الliving room ترابيزة أنا وارثاها عن جدتي أو بتاعة مامتي أو بتاعة خالتي أو أنا اشتريتها وعجبتني وعايزة أحطها مع كنب L shape modern، ما فيش أي مشكلة، أهم حاجة ما تكتريش، هي قطعة واحدة تكون كفاية. بلاش نعمل ميكس بأكتر من قطعة، قطعة واحدة تبقى هي الهيرو والأوضة كلها تكون ملتفة حوالين الأكسنت أو الفوكال بوينت أو القطعة المميزة اللي عندي في الأوضة، اللي هي الترابيزة اللي أنا عاجباني الستايل بتاعها الكلاسيكي، اللي عايزة أحطها جنب الكنبة المودرن لأني حابة الستايل ده. تاني قاعدة، أنا قلت لكم قطعة واحدة، تاني قاعدة نسبة القطع، يعني لو أنا عندي مثلا كنبة زي اللي أنا قاعدة عليها وعندي برجير أو فوتوي أنا وارثاه عن جدتي، ما ينفعش يبقى حاجة صغنططة قوي جنب حاجة بالكي كبيرة، مش هتبان في المكان. وبرده نفس الكلام، ما ينفعش أحط باهيو كبير قوي جنب كنبة صغيرة عندي مودرن، ما ينفعش. يبقى نراعي إن تبقى وان بيس ونسبها تكون لايقة مع بقية القطع اللي موجودة في الزون. تالت حاجة، لو أنا البيت عندي مودرن، يا ريت لو هحط كونسول قديم كلاسيك من ستايل مختلف، يبقى الحيطة اللي وراه سادة، بلاش حاجة فيها تجاليد ولا فيها وول بيبر زحمة، خلي القطعة الكلاسيك جمالها يبان على حيطة هادية وراها. لو بانوهات خفيفة مفيش مشكلة، أكتر من كده هتبقى دوشة ومزعجة. القاعدة الرابعة إن إحنا نستخدم القطعة دي، يعني لو أنا في كونسول أو مراية طويلة عندي لذيذة ورثتها من حد، المراية دي لازم أخدها استخدمها، ما احطهاش في مكان كده وما يبقاش حد شايفها، أو الكونسول ده ما احطش عليه حاجة وتبقى زي المزار السياحي كده أو المزار اللي الناس بتروح تقرب منه من بعيد وخايفة. لا، استخدمي القطعة اللي انت حطيتيها عشان تستمتعي بيها. ودول كانوا الأربع قواعد لو انتوا عايزين تدمجوا قطعة كلاسيك في بيت مودرن ويعيشوا مع بعض في تناغم في زون واحد.